نشارك معكم اليوم بواحد القوام اللي هو جد رائع جدا. كنتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو من الاول الى الاخير باش تعرفوا على سر نجاح هذا السلو المغربي. فخليكم معنا ورمضان كريم. السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال، ومرحبا بكم معايا مجددا في القناه. ما تنسوناش باللايك سبسكرايب وتعليق محفزه. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم سلو او الصفوف المغربي بمقادير جد بسيطه. فانا بلا ما نطول عليكم الفيديو، يعني كل شيء حنا كنعرفوا كيفاش نوجدوا القوام ديال السلو، يعني قلت ما كاينلاش نعاود نصور معكم حاجه بحاجه وحنا كنسخنوا ولا وحنا كنطحنوا. فقلت غنشارك معكم القوام ديال السلو بعد ما ديتهم الطحانه يعني على برا وطحنتهم كاملين كما كتشوفوا هنا. راه دايره غير في السوبيرات، يعني طحنه ليا درتها في السوبيره. كنحتاجوا لهاد السلو او الصفوف المغربي كما كتشوفوا معايا. هنا عندي القياس الكافي ديال السكر كلاصي. هنايا في هاد الطبسيل عندي هنا الصوجه مطحونه مزيان كما كتشوفوا هنا، مطحونه مزيان ومغربله. هنا عندي زلافه تقريبا ديال النافع وحبه حلاوه، زلافه صغيره ديال القرفه ومسكه الحره والكوزه، يعني كاملين طحنتهم. هنا البنات عندي اللوز كما كتشوفوا 2 كيلو ديال اللوز طحنتهم، يعني طحانه على برا كيجيو بحال ما هكا معلكين وما كيحتاجش لينا حتى بزاف ديال الزبده اولا الزيت اللي كنبغيو نخلطوا به. هنايا في هاد السطل ديال الحلوى عاوتاني كما كتشوفوا هذا زلجلان مزيت هنايا كما كتشوفوا، عطي واحد النسمه رائعه البنات، يعني ما كاينلاش غنبقاو نطحنوا كيبقى شت لينا الليل، اللهم نطحنوه على برا. وهنايا كيبقى الاختيار، هذا الدقيق حتى هو حمرته يعني باش الانسان يقتصد الوقت، وحتى هذيك الروينه اللي كتكون ديال الطحين ديال هاد القوام وعلى حسب الوقت حتى هو، يعني اللي خدام الله يحسن ليه العون، اللي جالس في الدار ماشي مشكل يطحن كل شيء راسو. فهنا خديت القياس الكافي ديال الدقيق. هنا عندي 2 كيلو ديال اللوز، هنا عندي 2 كيلو ديال الزجلان مطحون كما كنقول لكم. وان شاء الله غنبداو نخلطوا هاد المقادير وخليكم معايا ما تمشيو فين. بسم الله. هذا سميتو هذا الزجلان اللوز كما قلت لكم. بسم الله. يعني درت واحد الكميه كثيره، بغيت نخلط في القصريه ولاني ما غاديش تكفيني. هذا حتى هو هنا اللوز. بسم الله. كما كتشوفوا فيه معلك وفيه هذاك الزيت. بسم الله. يعني هاد المقادير كامله غنخلطوها على نياتها، اللوز والزلجلان. فهنا كما قلت لكم هذه هنايا الصوجه مطحونه نيله مزيان. بسم الله. نافع وحبه حلاوه. هنا القرفه والمسكه الحره والكوزه حتى هي. فهنا كنستعين بايدي حتى حاجه ما تضيع، ونحاول نخلط هاد المقادير كامله وغنضيف معاهم السكر كلاصي. هنا غندير السكر كلاصي. بسم الله. احسن في الحقيقه احسن من السنيده، كيبقى حتى هو على حسب الذوق، يعني هذا القياس راه كافي. وهنا دقيق. بسم الله. يعني القوام اكثر من هاد نحاول نخلط بعدا هاد الشيء هنا غير نواشف مع بعضياتها. هذاك الشيء اللي قلت لكم غنستعمل هاد البانيو.
باش يلا نخلط هاد النواشف. عاد باش غندير غنمشي مزيان هادشي مع بعضياتو. يعني هاد المرحله كتشاد لينا شويه الوقت، خليكم معايا وما تمشيو فين. كما شفتوا البنات هنا يعني هاد المقادير كامله خلطتها، داكشي علاش قطعت الفيديو. يعني خصنا نخلطوا هادشي مزيان كما كتشوفوا، ما بقاش يعني ولا هنايا في هذا البانيو ولا عندنا لون واحد ديال هاد المقادير. ايوا هنا ان شاء الله غنخلط بالزبده والزيت. بسم الله. بسم الله. دائما غنستعمل بجوج ايدين. يعني باش نخلطو ونسلو ضروري الاستعانه باليد، ميمكنش لي غنستعمل معلقه ولا، يعني ضروري خاص هادشي كامل. وغنزيد دابا عيني ميزاني وغنزيد عاوتاني. البنات بالنسبه للزيت انا كنستعمل زيت نوار الشمس، كاين اللي كيخلطوا بزيت زيتون، كاين كل واحد والاختيار، كاين اللي كيخلطوا بالعسل، فانا كنخلطوا بنوار الشمس بطبيعه الحال. بعد ما كندير فيها غير شويه، ولا ما عندكمش مشكل ديروها شويه غير تغلى، غطلع فيها هذيك السخونيه وطفيو عليها وخليوها بطبيعه الحال حتى تبرد باش ما تحرقش لينا هاد المقادير. فهنا خصني نزيد واحد شويه. انا درتو هنا في هاد القريعه باش خليته برد. بسم الله. نقولوا بسم الله حتى نساليو. ولكن البنات كلشي على ديك الطريقه اللي درت في الاول، يعني قبل ما كندير انايا هاد الزيت باش نيدم شويه سلو، يعني داك المقادير كامله كنمشيها حتى يولي عندنا خليط واحد. بسم الله ما شاء الله. يعني خاصو يتدلك كما كنقول. فهنا كيبان ليا كافي هاد القياس اللي درت ديال الزيت، ومازال هاد القوام غيشربوا مزيان. فانا مادام طحنتهم خليت بطبيعه الحال شويه ديال الزنجان محمر باش يعطينا شويه داك غير شويه داك التقرميشه. وبطبيعه الحال خليت حتى اللوز حتى هو خليته.
كتعيا هاد الليل كنبدل اليد الاخرى يعني سلو خاصو خدمه. وكنتمنى البنات ان هاد السلو ديال اليوم او صفوف مغربي. ومن هاد لا فيديو كنتمنى لكم ان شاء الله رمضان على الابواب، يدخل عليكم بالصحه والسلامه والعافيه والرزق يا ربي لينا وجميع المسلمين والمسلمات. فانا غدا نقطع الفيديو ونستمر باش ما يجيش الفيديو عندكم طويل. غنستمر في الخلط مزيان ونشارك معكم ان شاء الله الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال السلو او الصفوف المغربي اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، والى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا في لايك في سبسكرايب وتعليق محفزه. ورمضان كريم بتمام الصحه والسلامه والعافيه، وكل عام وانتم بالف خير.